أخلاق النبي الجميلة عليه الصلاة والسلام إنه كان بيجبر خاطر الناس، أي إنسان مكسور، أي إنسان عنده حاجة بيداريها، حاجة مكسوف منها، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيجبر خاطره. مثال رجل من الصحابة هدومه طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ارفع إزارك، يعني ما تخليش هدومك طويلة كده. فقال يا رسول الله إن في أحد ساقي حموشة، رجلي رفيعة وشكلها مش حلو. فقال صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك فإن كل خلق الله جميل. مكسوف ليه إن أنت فيك حاجة شايف إن هي عيب؟ ده خلق ربنا، ربنا خلقك كده. كان بيجبر خاطر الناس عليه الصلاة والسلام. موقف تاني، النبي عليه الصلاة والسلام يشوف صحابي كان اسمه زاهر. زاهر ده كان من البادية، بيجي المدينة بيزور النبي عليه الصلاة والسلام وبيجيب له الحاجات بتاعت أهل البادية. ففي يوم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضنوا من الخلف وقال من يشتري العبد، وهو أصلا مش عبد. فلما عرف إن هو النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، هتلاقي ثمن رخيص، لأن زاهر ده كان شكله مش حلو. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله ربيع، انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. كان بيجبر خاطر الناس عليه الصلاة والسلام. لما حد يقصده في حاجة ومحتاج له ما كانش يتخاذل عن حد ابدا. يجي له سيدنا جابر يقول له يا رسول الله ابويا مات وعليا ديون، تعالى ساعدني وكلم الناس اللي ليها فلوس انها تستنى عليا شويه. يروح مع النبي عليه الصلاه والسلام ويساعده في قضاء الدين بتاعه، ويساعده في ان هو يدي الناس الديون اللي كانت مستحقه عليه. هو ده كان النبي عليه الصلاه والسلام. احنا كمان لازم نتعلم الخلق ده، نتعلم ان احنا نجبر خاطر الناس. اوعى تجرح حد بكلمه، اوعى تشوف حد فيه عيب في شكله او في كلامه او في لبسه وتبدا تتريق عليه وتضحك الناس عليه ابدا. بل بالعكس بقى، ده احنا عايزين نعمل العكس. احنا عايزين لما نلاقي حد عنده مشكله نفسيه من حاجه معينه او بيتكسف من حاجه معينه ان احنا ندعمه زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيدعم. ونقول للناس كل خلق الله جميل، نقول للناس انتوا كويسين ونبين لهم الحاجات الجميله اللي فيهم زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيفعل. علشان كده كان الصحابه يحبوه اشد الحب. لما جه الرجل الاعرابي دخل المسجد وتبول في المسجد على طبيعته زي ما بيحصل في البديه، فالناس نهروه، فالنبي قال لهم دعوه يقضي بولته، ما حدش يعنفه في الكلام. وبعد كده خدوا النبي عليه الصلاه والسلام وبدا يعلمه المسجد ده ما ينفعش نعمل فيه كده. فقام قايل اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معه، من شده حبه للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو ازاي احتواه في موقف زي كده. يا شباب ما احوجنا فعلا ان احنا نجبر خواطر الناس ونتبع النبي عليه الصلاه والسلام زي ما كان بيجبر خواطر الناس.